شوف لي حل ما كانش مجرد مسلسل كوميدي، كان مرآة للواقع التونسي وخاصة الجانب النفسي من الإنسان. من خلال الكابينيه متاع الدكتور سليمان الأبيض شفنا مرضى غريبين، شفنا أمراض نفسية ضحكتنا، لكن الحقيقة وراء الضحك هذا ثم أمراض نفسية حقيقية يعاني منها ناس في الواقع. في الحلقة هذه شنعمل توب 5 الأكثر 5 أمراض نفسية غريبة شفناها في مسلسل شوف لي حل. بالطبيعة إذا عجبتكم الحلقة هذه إن شاء الله نعمله جزء ثاني. ترتيب باش يكون من أقل غرابة إلى أكثر مرض غريب شفناه في شوف لي حل، باش نشوفوا كيفاش الأمراض هذه تأثر على الإنسان في حياته اليومية، باش نشوفوا كيفاش مسلسل شوف لي حل قدمها بطريقة ذكية وكوميدية من غير ما يجرح الإنسان المريض به. دونك حضر روحك اليوم باش ترى شوف لي حل من زاوية أخرى عمرك ما شفتها قبل. يلا بينا نبدأ. يعنف وينبز ويصيح ويعيط ويتحلف زيادة. باسيونت هذه جات لسليمان الأبيض وقالت له كيفاش راجلها يعنف فيها وديما يضرب فيها. قاعد يعنف فيك؟ يعنف وينبز ويصيح ويعيط ويتحلف زيادة. لكن وقت اللي سليمان قالها شبيك ما شكيتش بيه، شنو قالت له؟ سبابا نشكي براجلي، هذا كلمة زين نحب وراني نموت عليه. يعني علاقة بيناتهم غادي من توكسيك والتي تسمى المازوخية. المازوخية تسمى وقت اللي إنسان يتلذذ ويعمل كيف ويعمل جو وقت اللي إنسان يعنفه أو يضربه أو يهينه. دونك الباسيونت اللي جات سليمان الأبيض راجلها يعنف فيها وديما يضرب فيها، ولكن هي شيخة وعاملة جو، حتى كي قال شبيك ما شكيتش بيه قالت له شبيك سافا نشكي براجلي. دونك لهنا نسمع سليمان الأبيض شنو قال لها. بون على توندونس مازو. اسمعني وفهمني، ركز معايا كي نحكي معاك ركز. قال ألا إن توندونس مازو، ولكن هي قصدت عليه الحديث وهو كان يقصد ألا إن توندونس مازوشيست، يعني عندها ميول مازوخية، واللي كنا نحكيو على التعريف متاعها بكري. ما فهمتش. تقبل شوكولاته في السوبر مارشي ورصات لي مبعث. في المرتبة الرابعة مرض غريب. الباسيون اللي جاي لسليمان في المرة هذه عنده مرض السرقة، يسرق من غير ما يشعر بروحه. انا في الاصل نصحني الحاكم باش نشوف طبيب نفساني. الحاكم؟ ما فهمتش. ماني سرقت طبلية شوكولاته في السوبر مارشي ورصات لي مبعث. والحالة هذه هي مرض نفسي اسمه كليبتوماني. المرض هذا يخلي الإنسان يكون عنده رغبة قهرية في سرقة حاجات، حتى حاجات بسيطة وتافهة ما يحتاج لهاش، لكن عنده اندفاع قوي يخليه يسرق بالسيف من عليه. مستوى جبت ستيلو قدامك؟ ظهر لي انا هزيت ولك من غير ما نشعر. سامحني دكتور تفضل. المرض هذا في 3 مراحل. المريض به يكون متوتر وخايف قبل السرقة، ولكن من بعد أثناء السرقة يحس بالمتعة والراحة، ومن بعد السرقة يحس بتأنيب الضمير ومشاعر الذنب. والكليبتوماني ما هيش كما السرقة العادية اللي تكون هدفها التمرد والربح. الكليبتوماني الهدف متاعها إشباع الرغبة القهرية في السرقة، والمرض هذا أكيد لازم خطة علاج نفسية على خاطر باش يسبب مشاكل قانونية للإنسان المريض به، نجم يدخل الحبس، نجم يتسبب له في قضايا خطيرة جرة السرقة اللي يقوم بها بدون وعي وبدون سيطرة على روحه. سي فريش دكتور يستنى فيك. في المرتبة الثالثة الباسيون هذا يجيه النوم ويرقد على غفلة من غير ما يفيق بروحه. سي فريش دكتور يستنى فيك. المرض هذا اسمه ناركوليبسي الخدار، وهو اضطراب في النوم يتمثل في نوبات نوم ما تنجمش تسيطر عليها. نقعد دقيقتين ما نتكلمش ولا ما يتحدثوش معايا. شنو هي هذه؟ يزني النوم. الناركوليبسي هو مرض عصبي مزمن يخلي الإنسان يرقد من غير ما يشعر بروحه بدون سابق انذار، بسبب خلل يصير في مادة الأوركسين الموجودة في الدماغ اللي هي مسؤولة على تنظيم النوم. والمرض هذا ينجم يصير بسبب عوامل وراثية أو إصابة في الدماغ تأثر على مادة الأوركسين. في المرتبة الثانية مريض يحب الحرائق. جعفر القاسمي مثل شخصية إنسان بيرومان. الإنسان البيرومان ديما عنده هوس، يعني حب كبير للنار وللحرائق. في العادة إشعال حريق يكون بسبب انتقام أو بسبب الفلوس أو بسبب التخريب بصفة عامة، ولكن الإنسان البيرومان يشعل النار من أجل المتعة فقط وما يهموش في العواقب اللي باش تصير من بعد والكوارث اللي باش تصير جرة الحرائق اللي يعملها. نشوفوا لهنا المريض شنو قال سليمان. ودارهم هات المصروف ياكي ولعت بيناتنا. صار الحكاية بطلت؟ ايه تكويت عليها تشميت يا دكتور. من كلامه نستنتجوا انه في حالة ديبرسيون اكتئاب على خاطر قصة مع خطيبته، وبالضبط برشا عباد مرضى بالبيروماني عندهم حالة اكتئاب. فما نسبة كبيرة زاد عندهم وسواس قهري، فما اللي عندهم تروبل بيبولار ثنائي القطب. المرض هذا اكيد لازم خطة علاج باش يسيطر على الدوافع القهرية اللي تخليه يشعل الحرائق ويستمتع بالحرائق
يلزموا خطة علاج فورية على خاطر باش يسبب في كوارث. كلمي الحس روحي تخلق، كلمي نخفلك يا ودي ما نحملش الحس. وتوا وصلنا للمرتبة الأولى، والباسيون هذا برسمي من أغرب الأمراض اللي جات في شوف لي حل. علاش؟ على خاطر عنده زوز أمراض، مرض نفسي ومرض عصبي. المرض الأول مرض عصبي، هو ما يقدرش يشد الضحك متاعه ويضحك بطريقة هستيرية، ما ينجمش يسيطر على الضحك متاعه. المرض هذا نادر في العالم، مش موجود بكثرة، واسمه لافيكت بسيدو بالبير. حاجة عمري ما حسيت بها يا اخوان. كلمي الحس روحي تخلق، كلمي نخفلك يا ودي ما نحملش الحس، لا بنسكر عليا. وعنده مرض ثاني واللي هو مرض نفسي اسمه كلوستروفوبي، وهي رهاب الأماكن المنغلقة. يعني إنسان ما يحملش الحسرة، ما يحملش يكون في بلاصة مسكرة، أسانسير أو طيارة أو بيت صغيرة مسكرة، ويحس روحه مخنوق وعنده ضيق نفس، رغم اللي فماش حتى شيء يخليه يحس بالشيء هكا، لكن هو ما يحملش الحسرة. وصلنا إلى نهاية الحلقة. شوف لي حل بالنسبة لي هو أحسن مسلسل تونسي تبعته، وبالنسبة لبرشا عباد في تونس أكثر مسلسل محبوب عند التوانسة، ولكن كي تركز فيه شوية تعرف إنه ماهوش فقط مسلسل كوميدي. كي تركز في الجوانب الأخرى من المسلسل تكتشف بالرسمي إنه موسوعة متاع علم نفس وبرشا ظواهر نفسية ظهرت في شوف لي حل، تركز فيهم وتبحث عليهم تلقى برسمي انه السيناريو المكتوب ما كانش فقط لمسلسل كوميدي. توصلنا الى نهايه الحلقه، كان وصلت لهنا. نشكرك انك تابعت الحلقه للاخر، تنساش تعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو. ان شاء الله اذا كان عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات كان تحبوا جزء ثاني. فقط سلام.